السلام عليكم يا اخواتي. النهارده اقدم لكم وصفة البطاطس المكعبات. اول حاجة هنجيب البصل ونقشره ونقطعه حتت صغيرة، وبعدين نضيف عليه السمنة ونحطه على النار وشوية ملح وفلفل. وبعدين نجيب البطاطس نقشرها ونغسلها كويس ونقطعها مكعبات ونحطها ننقعها في مية وملح جنبينا لحد ما التسبيكة تخلص. وبعد كده نقلب البصل لحد ما لونه يبقى ذهبي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين نضرب القوطة في الخلاط ونضيفها عليه ونقلب فيه كل شوية كل شوية علشان ايه ما يلزقش في الحلة ولا يتلسع مننا. ونضيف شوية سكر صغيرين على التسبيكة علشان ما يبقاش طعمها حادق. بعد ما نقلب فيها لحد ما نحس ان هي اتسبكت كويس وطعم القوطة ما بقاش حادق، نجيب البطاطس المكعبات وننزلها فيها. ننزل فيها البطاطس المكعبات بعد ما ضفنا لها الشوربة تدريجي شوية بشوية واتسبكت كويس وبقى قوامها مناسب. نضيف فيها البطاطس المكعبات ونقلبها لحد ما تستوي، ونطلع بطاطساية كده ونقطعها نشوف هي استوت وصلت للسوا اللي احنا عايزينه ولا لا. في ناس بتحبها مستوية خالص وفي ناس بتحبها نص سوا. وبعد كده نقلب فيها كل شوية لحد ما توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبألف هنا.